في تاريخ الأمم لا تقاس قيمة الرجال بضجيج أسمائهم بل بعمق آثارهم في النفوس. رجال جمعوا بين العلم والخلق وبين المهنة والرسالة، فكانوا أطباء للأجساد وأطباء للقلوب. ومن هؤلاء الدكتور وجيه زين العابدين. ولد في الموصل عام 1919 في أسرة دينية عريقة. دخل الكتاتيب قبل التحاقه بالمدرسة، وختم القرآن الكريم فيها عام 1925. عرفته في الأربعينيات من القرن الماضي، والتقيت به في مدينة الموصل، فبدا لي منذ اللقاء الأول طبيبا مختلفا مشغولا بالناس أكثر من انشغاله بنفسه. كان الدكتور زين العابدين ضابطا طبيبا في المستشفى العسكري للجيش العراقي في نابلس بين عامي 1947 و 1948. شهد المعارك وضمد جراح الجنود، وكان يحلم بالمعركة الفاصلة لتحرير فلسطين. وقبيل الموعد المتوقع لها سمع حديثا بين ضابطين عن اتفاق بين خونة العرب واليهود، فاهتز وجدانه وانكسرت أحلامه، وشعر أن فلسطين تسلب أمام عينيه. وكان يقول بألم: كم تمنيت أن أكون من الجند الذين يذكرون في تحرير القدس، ولكن لم يكتب لي ذلك، وأرجو أن أكون ممن جهزوا غازيا أو خلفوا غازيا في أهله. سافر إلى بريطانيا عام 1956 قاصدا دراسة الدكتوراه، وكان يعد نفسه لمسار علمي طويل في مجال الطب، غير أن الابتلاء سبقه إذ أصيب بذبحة صدرية، وأخبره الأطباء هناك أنه قد لا يعيش أكثر من 2 سنين. عندها ترك دراسة الدكتوراه وعاد إلى العراق مسلما أمره إلى الله ومستأنفا رسالته في خدمة الناس. تابعت مسيرته بعد ذلك عبر كتاباته في الطب وفي الدعوة، ولا سيما مقالاته في مجلة التربية الإسلامية. كان شديد الاهتمام بنشر الدعوة لا بالكتابة وحدها بل بالفعل والعمل، إذ كان يتكفل باشتراكات مجلة التربية الإسلامية لبعض القراء غير القادرين، إيمانا منه بأن الكلمة الصادقة يجب أن تصل إلى كل بيت. كان يخصص يومي الاثنين والخميس للمعاينة المجانية للمرضى الفقراء، ولا يكتفي بالكشف دون مقابل، بل كان يشتري الدواء لهم من صيدلية عمار على نفقته الخاصة. وكان يكتب على الوصفة الطبية عبارة: على حسابي رجاء، وقد اتفق مع الصيدلية أن تستوفى حسابات الوصفات المجانية منه في نهاية كل شهر. لم يكن داعية بالكلمة العابرة، بل صاحب مشروع تربوي مكتوب من كتبه: العناية بالشيوخ، حديث رمضان، الإسلام والتربية الجنسية، وكتابه الأشهر الطبيب المسلم، الذي رسم فيه ملامح الطبيب المؤمن علما وخلقا ومسؤولية. كما ألف منهاج أسرة وصحة الشيخ، الإسلام والطفل، الإسلام والحاجات الضرورية. امتد عطاؤه عبر المقالة والدرس والخطبة، وكانت له علاقات طيبة ومتينة مع علماء ودعاة عصره من أمثال الدكتور عبد الكريم زيدان، والشيخ غانم حمودات، والشيخ محمد طه، والشيخ عبد المجيد شقلاوة، رحمهم الله جميعا. جمعته بهم أخوة الدعوة وهم الإصلاح وصدق التوجه إلى الله. قبيل وفاته عام 1993 كتب في مذكراته عبارة مؤثرة قال فيها: أتممت الختمة 1000 وأرى أن الأجل قد اقترب. أصيب بحمى قبيل شهر رمضان، واستمرت أكثر من 40 يوما. كان يفقد الوعي كثيرا، فإذا أفاق ردد ما يحفظه من القرآن،
وفي إحدى الليالي سمعه أحد أبنائه يقرأ بداية سورة القصص، ثم يغفو ويصحو ليكمل التلاوة، وقبيل أذان الفجر سمعه يقرأ خواتيمها. رحل الدكتور وجيه زين العابدين، ولكن سيرته بقيت حية، طبيب للفقراء، داعية للخير، حالم بفلسطين حتى آخر العمر. هكذا يخلد الصالحون، بالأثر لا بالضجيج.